المطبخ دلوقتي مش كده؟ نعم. بتبتدوا الاجراء من هنا ده من الاول ده. بيعملوا ايه هنا بقى البنات صح؟ هاي. ازيكم الاول ازيكم؟ اهلين. زي سعادتك ازيك؟ هي امل ومنال. امل وازيك يا منال؟ ده ايه امل ده ايه ده؟ هذا ده الحليبه. فطير حليبه ايه هو؟ ده ايه اللي بيتحط جواه بقى؟ بطاطا بطاطا مبهره فلفل وملح. اوكي. هذا الاكل وبعدين الشركسي. شركسي بيو. من الرئيسيات الاكلات الرئيسيه للشركسي. اه احنا بنعمل كميات هائله يومي. طبعا احنا البطاطا عشان نميزها لانه بنعمل كمان جبنه بنقصها مدور. بيتحط جبنه جواه؟ النوع الثاني جبنه بس جبنه شركسيه مو جبنه عاديه. جبنه شركسيه مختلفه. اللي احنا بنعملها. شوف مقصطنها. بسرعه جدا. وبعدين بيبقى كده بقى بيبقى ده كده. ايوه. دي المرحله اللي بعديها. ايوه بعدين بيجي وبعدين بيخش في القلي بقى. وهذا الخبز الشركسي طبق عجينه خامره ومرتاحه وفيها جبنه وزعتر. مرات بنعمله ساده ومرات جبنه وزعتر. زعتر اخضر طبعا. ايوه. اسلوب الزواج الشركسي انا اعرف انه ليه طريقه ملفته للنظر، يعني لازم تتخطفي مش كده؟ انا اتخطفت. اتخطفتي فعلا؟ والله. بيتم ازاي بقى الاجراء ده؟ هو عادة احنا مجتمعنا منفتح، مش منغلقين، ما في عندنا التعصب هذا، فالشباب بيعرفوا البنات بيتعرفوا على بعض، وعندنا الجمعيات ونوادي بيلتقوا، يعني ما في عندنا مش عيب ولا ممنوع. فاحنا بنعرف بعض يعني. فاذا اتفقوا شاب وبنت وكان في ظروف، يعني مثلا مرات بيحبوا يخطفوا ومرات بتكون في ظروف، يعني مثلا مستعجلين كثير، ما في وقت، حدا مريض بدهم يخلصوا اوام، اقل تكاليف الخطيفه كمان اقل تكاليف، فبتفقوا الشاب والبنت. اكثر الاحيان الاهل بيكونوا عارفين، بس الخطيفه الاصليه انه ما حدا بيعرف. طب نكمل بقيه عايز اعرف حاجه، عايز اسال سؤال دلوقتي. الدخل ده داخل للجمعيه؟ عندي 53 موظفه كلهم فاتحين بيوت. أيوة. انا مدرس طلاب جامعات من دخل الجمعيه. يعني بيكون معمول لهم دراسه انه اهلهم ما بيقدروا كذا، فبندرسهم كامل 4 سنين يعني ليخلصوا الدراسه. وبنتبرع لفروع ثانيه، يعني هلا احنا عندنا 7 فروع للجمعيه الشركسيه، فاي فرع بنحس انه مزنوق احنا فرع منتج ندعمهم. اوكي.